وصلت إلى دولة بنين، وهي أحد دول غرب أفريقيا. وش الأشياء الغريبة اللي راح أشوفها في الدولة رقم 41 من رحلتي حول العالم؟ يا هلا والله ومرحبا فيكم في دولة جديدة، بنين، وبالتحديد في مدينة كوتونو. ترى هي مي بالعاصمة، العاصمة اسمها بورتو نوفو، بس كوتونو هذه مدينة دبلوماسية وفيها جميع السفارات. الناس اللي في توغو أصولهم أصلا من بنين جايين. مبدئيا البلد متطورة شكلها إلى الآن متطورة أكثر من توغو بواجد، شوارع وسيعة والنظافة في كل مكان الحمد لله. خلونا نروح نستكشف بعضا مما تقدمه كوتونو. أحلى شيء إن العملات في دول غرب أفريقيا واحدة، فما تتعب، نفس العملة في أكثر من دولة. هذا الفندق حقي ايبس، تقريبا الليله ب 300 ريال مع الفطور. جنبه فندق ثاني اسمه نوفوتيل هناك. المنطقه اللي فيها الفندقين ذولي منطقه رائعه جميله ونظيفه مره. بنجرب ناخذ مواصلات خاصه فيهم، الدباب حقه. خلينا نشوف وين يقدر يودينا. هلو، how are you my friend? My friend, I want to go restaurant Dawat bar. It's C30 direction. English, no French. No French. I tell you. الروح بالدباب عندهم شيء جميل جدا. يا straight go. أرخص وسيلة للمواصلات هي الدباب حقهم هذا. تقعد في الدباب ويوصلك إلى المكان اللي أنت بيه. الرجال ما كان يعرف المكان فبستخدم حق جوجل مابس. Thank you. How much? Villas is good. Huh? It's good. Yeah, how much? Yes. How much money? Pay me faut me donner Huh? faut me donner 1000 francs. Huh? Ah, get change. No, how much money? Faut me donner 2000. 1, 2, 3, Yeah, 1, 2? 2. Yeah. Okay, here you go. No change? No. It's okay, keep it. Thank Okay, you. thank you. Yeah. في البحث عن مطعم هندي، اخذت الدباب هذا وصلني هنا تقريبا ب7 ريال تقريبا او 8 ريال. لقيت مطعم هندي يمدحونه، بس المكان حقه صراحه يخوف يعني. هذا هو المكان، ما ادري والله صراحه. المطعم زين واصلا مفتوح ولا مو مفتوح ماني متاكد. المفروض انه يكون مفتوح. Hello? Open? Where can I sit down? Okay. أنا جيت إلى مطعم هندي هنا. المطعم الهندي هذا موجود في كوتونو. من يوم جيت إلى أفريقيا وأنا مشتهي أكل هندي وأكل صاحي صراحة. قعدت أكلهم ما في طعم، ماسخ كذا. فقلت اليوم هو اليوم المنشود، بزور مطعم لازم أكل في مطعم هندي، برياني وأكل على الأصول صراحة. لقيت هذا المطعم عليه ريكومنديشن كويسة في جوجل. لا جيت لمطعم هندي، هذه الكاسات اللي موجودة تكون موجودة عندهم. اشتقت لمطعم هندي بشكل غير طبيعي. أخي برياني، مشتهي برياني مرة، شكلي بطلب. طلبت بتر شيكن، مدحت لي إياه راعية المطعم، خبز والبرياني جاي في الطريق. ثانك يو سو ماتش. وهذا البرياني جاك، البرياني مع هذا الزبادي اللي يسمونه رايتا. دجاج برياني مع ذا رايتا، خبز، وأخينا في الله بتر شيكن المعروف في الأكلات الهندية. أتشار ضروري جدا. هذول عائلة هندية جايين وساكنين في مدينة كوتونو هنا، صار لهم 2 تقريبا. والزوجة كانت تشتغل في جريدة في الهند، تركت الشغل حقها علشان زوجها عنده بزنس هنا، وجت وقطنت هنا في كوتونو. حاليا عندهم المطعم هذا. خلنا نجرب الأكل ونعطيكم الرأي بإذن الله. لذيذ ممتاز يا اخي. تسلم يدينك. انا صار لي تقريبا 10 ايام ما اكلت اكل صاحي. اشتقت للاكل الصاحي، والصراحه البرياني ذا خرافي. يا اخي هذا الاكل الصح. الاكل الهندي ما في شيء يتفوق عليه صراحه. الاكل الهندي هو الاكل الصح، ألذ كوزين موجود في العالم. خلنا ناخذ خبزه كبيره، ناخذ اللقمه الكبيره.
تسلم لي على الاكل الهندي يا شيخ، معليش طفشت من اكلهم ما في بهارات، هذا الاكل صح ولا بلاش. وانهينا المهمه على خير. يا الله على الاكل كان لذيذ جدا، خرافي يا اخي خرافي من جد، مره عجبني بزياده. ما ادري هو انا قاعد امدح لاني من زمان ما اكلت اكل صاحي او انه فعلا كان لذيذ، بس صراحه كان لذيذ جدا مره. هذول حقين المطعم اللي طلبوا الاكل حقي اليوم، يا اخي الاكل كان خرافي. very good food. I really enjoyed the food. Who cooked the biryani by the way? You cooked the biryani? You too? And the chicken butter also you too? You? Amazing job man. Thank you so much. Thank you. على ان المكان اللي فيه المطعم مو من المكان الفخم مرة أو شيء من هالقبيل، بس الأكل كان صراحة ممتاز. يا أخي لما تجي هالدول هذه بعض الأحيان أنت يعني تفقد الأكل الصح يعني، بس اليوم كذا أنا أحس إني أنا ساتيسفايد. الحمد لله على النعمة. يلا نكمل جولتنا في كوتونو. هذا عندك محل شاورما، حق الشاورما في محلات هنا في نفس الشارع. خلينا ناخذ لنا واحد من حقين الشباب حقين الدباب يوصلنا. Hello, I want to go to Ibis Hotel. Ibis. How much? 500. Huh? 500. Huh? 1, 2, 3, 4. Oui. 500. 500 or 5,000? Non, 500. 500 ريالين علشان يوصلني للفندق. طلع ارخص من الرجال اللي جابني كان ماخذ 4، هذا بياخذ ريالين بس. What's your name my friend? Huh? Name. You. Moi, Pamphile. Pamphile? There you go. It's okay, no problem. Okay. See you. Your name is what? Pamphile. Pamphile? Oui, Pamphile. My name is Muji. From Saudi Arabia. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, goodbye. اثر اللي ماخذني من الفندق وحنا رايحين كان ماخذ مني، كان يقول لي 2000 يعني 5 ريال او 4 ريال شيء زي كذا، 4 ريال. هذا قال لي 500 يعني ريال وربع تقريبا، ريال وشوي عشان يوصلني. يوم جيت هنا قلت له يا ابن الحلال خذ شو اسمه نفس السعر اللي انا جيت فيه. اعطيته 4 ريال. يا اخي مسكين وقسم بالله شوي وبيحب راسي، هو ينبسط مره. مساكين يا اخي قسم بالله. المهم الحين احنا رجعنا للفندق، راح ننتظر القائد حقي يجي عشان نستكشف ارجاء كوتونو. قصة هذا التمثال، هذا واحد من أكبر التماثيل اللي موجودة هنا في بنين. التمثال كبير مرة. بنين أول في قديم الزمان كانت تسمى داهومي، وكان يحكمها حاكم. هذا الحاكم كان يحط الحراس حقينا من الإناث بالعادة. واحدة من الحارسات حقاتها كانت هذه، بعدين هي انقلبت على الحكم حق الملك وصارت هي الحاكم، وكانت الحاكمة الوحيدة اللي حكمت بنين وهي أنثى. إذا تبي تعرف قصة هذه المحاربة تابع هذا الفيلم The Woman King، فيلم يحكي قصة هذه المرأة بالتفصيل الممل. هذا التمثال كامل كله برونزي، أنا توقعته كذا بس بويا صبغة. اسمعوا، هذا جدار كبير مرة، أطول جدار في العالم مرسوم عليه رسمات. الرسامين من كل دول العالم تقريبا يجون هنا، في رسامين من الدول العربية وفي رسامين من أوروبا ورسامين من أمريكا، كلهم يجون يرسمون على هذا الجدار. يعتبر أطول جدار مرسوم عليه في العالم كله، وللحين ما خلص. كل شوي قاعدين كل ما حد يجي يعطونا جزء. هذا أصلا الجدار الخارجي للمرفأ حقهم. المكعب الفاضي يعطونك إياه عشان ترسم عليه، زي هذا فاضي الحين ما حد رسم عليه، كل الجدار هذا كله فاضي. وهنا في تكملة للرسومات. رحلتنا في بنين ما انتهت. في الفيديو القادم إن شاء الله راح نزور قرية عائمة موجودة في بنين، واسم القرية هذه قرية غامبييه. هنا بحط لكم فيديو من دولة توغو، الدولة اللي رحت لها قبل بنين. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، نشوفكم على خير في القريب العاجل.